بوبكر مريشو دومايو ساماتا، هذا ابرز لاعب تيبي مازيمبي. هناك كذلك بعد مرور 20 دوره يليه نادي عزام. حذري 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 حذري، عاد هذه اخطر ما يمكن يكون. كلام اخر لاحظوا كمال الشافني او عصام عدوى فقد التوازن وفتح زاويه للاعب وفرصه صنع العناصر الوطنيه. برزوق استاذ الكرات الراسيه حمزه برزوق، كم من مره سجل اهداف رفقه الماس غير صالحه بكل صراحه. هنا محاوله تسديده، فرصه سهله مزودة المغربي وركنيه بعد تدخل الحارس. كاسادك يرفع كره عاليه وضربه مرمى بهذه الطريقه. كوشنا صنع اكثر من مره خطوره. ترجع هذه المره موريس، حذاري من تسديد حذاري من تسديد. شوفوا الاعاده، لجأ المنتخب التنزاني للتسديد من بعيد. بركديش يبحث على الاختراق، ترجع مره اخرى عند حمزه كيزداد، طريقه جميله وتدخل الحارس كاسيدجا. جديده الاخيره، لاحظوا الاعاده، طريقه جميله الشهير، لكن الحارس كاسيدجا عميد فريق المثل. لاحظوا في كره وحده ساماتا كان قريب من التسجيل. لاحظوا الاعاده، الاروقه على مستوى الدفاع، لا برقديش لا بالخضر فاتحين ممرات امام عناصر المنتخب التنزاني. فرصه سهله المنتخب المغربي، كتب الرجال اليسرى، امكانيه العرضيه برقديش كيرفع كره عاليه. برزوق كان وحيد وكان ممكن انه يركز اكثر في هذه الكره الراسيه. حمزه برزوق تقنيه عرفت استقرار بالنسبه للمنتخب التنزاني. ولا حذاري 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 حذاري. لاعب توماس اول لمسه، لاعب ابعاد ما كانش طريقه جيده، خطا على مستوى التغطيه الدفاعيه. لاحظوا، وهدف للمنتخب التنزاني مع بدايه الجوله الثانيه. شيء صعب بكل صراحه، كانش منتظر، وهذا السيناريو اللي تكلمت عليه في الجوله الاولى. ربما بغينا. لاحظوا 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 ماذا يقع، لاحظوا ماذا يقع، لاحظوا ماذا يقع. خطأ دفاعي شاكير، خطأ ديال لاعب مبتدئ بكل صراحه. لاحظوا امام اللاعب توماس ورقه مربحه لكيم بولسون في كرسي الاحتياط لاعب تيبي مازيمبي. لاحظوا حذاري 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 حذاري. ساماتا اللي ما هو كوت ديفوار، ما هو كاميرون، ما هو نيجيريا، باش نكونوا واقعيين ما نكذبوش على انفسنا في لحظات. هذا منتخب تنزانيا امام المنتخب الوطني المغربي، هدفين مقابل لا شيء. حتى الان ملزمين بالتغيير من بعد تسجيل الهدف الاول صراحه. الوطني المغربي بكل صراحه ان الاشياء خاصة تبنى من القاعده. وهنا فرصه تسديده من العربي برجل اليسرى. المنتخب الوطني المغربي رجع في النتيجه، نتيجه ايجابيه. انا فقط كنقول فهذا غيبقى انجاز كبير بكل صراحه، لكن واش قادرين؟ دومايو رساله المنتخب واش في هذه السنوات. لاحظوا ساماتا كيم بولسون. مع بدايه الجوله الثانيه كانت لافته فيها 3-0، وقلت تلك اماني تنزاني تحققت الاماني ديالو. نتمناو مره واحده تحقق الاماني ديالنا. هادشي اللي بغينا نقولوا، حتى حنا بغينا الاماني ديالنا تحقق في المنتخب الوطني المغربي، ماشي بهذه الطريقه. لاحظوا توماس وساماتا، جوج لاعبين ديال تيبي مازيمبي كيفوز على المنتخب الوطني المغربي اليوم 3 أهداف مقابل شيء. مازيمبي تيبي يفوز، ها هي لافته نعم 3-0. شفناها وقلنا انها امانيهم
تتحقق الاماني بالفعل. 3-0. امرابط كيرفع كره وهنا فرصه والهدف. هدف لصالح المنتخب الوطني المغربي. 3 اهداف. المغرب تنزانيا غامبيا الكوت ديفوار. والجوله الخامسه المغرب اما 15 و 16 يونيو المغرب غامبيا تنزانيا الكوت ديفوار. والجوله الاخيره في 6 من سبتمبر كوت ديفوار المغرب.